لو بتتعامل مع العملاء كلهم بأسلوب واحد ومستني نتيجة مختلفة وبتشتكي إن البيع قليل أو المبيعات مش كتيرة، فده بسبب إن كل عميل لازم يبقى ليه طريقة مختلفة. في الحلقة دي من قناة بيزنس على السريع هنتكلم على 7 أنواع من العملاء وإزاي تتعامل مع كل واحد فيهم بطريقة مختلفة. عاوز تعرف إزاي؟ تابع الفيديو للآخر. اول عميل اللي هو العميل المستعجل او العميل السريع، ده هتلاقي صفاته ايه؟ ان هو جاي عاوز وقته يخلص بسرعه، او عاوز اختصار للمنتج او الخدمه اللي انت بتقدمها. ما تقعدش تشرح له، ما تطولوش في الكلام، هتلاقيه بيقطعك كتير، هتلاقيه بيقول لك اديني الخلاصه، عاوز الخلاصه. ممكن يقول لك يخش عليك المحل يقول لك المنتج ده هيحل لي المشكله اللي هي كذا ولا مش هيحلها، اديني المعلومه بتاعتك باختصار. فهنا حضرتك ما تبتديش تشرح له تفاصيل فنية أو تقنية عن المنتج أو الخدمة اللي أنت بتقدمها، لا، هتقول له مثلا أنا في المحل عندي منتجين هيناسبوا حضرتك، واحد هيوفر لك وقت والتاني هيوفر لك تكلفة، حضرتك أنهي الأنسب ليك؟ فحضرتك هنا بتدي له حسم للقرار بسرعة، لأن هو وبتحترم وقته طبعا، وبتدي له اختصار للشرح الطويل اللي ملوش لازمة، اللي هو مش هيسمعه أصلا. تاني عميل اللي هو العميل التحليلي، ده بياخد وقت كبير عشان يقرر ياخد قرار الشراء، بيحتاج يعمل مقارنات، بيحب يشوف ارقام، بيحب يشوف ادله. هتلاقيه مثلا بيخش عليك المحل يقول لك المنتج بتاعك وضح لي ازاي ان هو احسن من البراند التاني او براند اكس، مثلا ال جي مع سامسونج. لو بتشتري حاجه مثلا اجهزه كهربائيه مثلا، فتبتدي ان هو تشوف تقارن ما بينهم، تبقى عندك هيقول لك مثلا ايه الضمان على الخدمه دي هتبقى ماشيه كويسه بعد ما اشتريها. فانت حضرتك هنا بتديله ارقام وتحليلات وادله موثقه ان المنتج بتاعك بيأدي كويس في السوق. فمثلا لو معاك تابلت او اي حاجه بروشورز او اي حاجه بتدل على المنتج بتاعك بيأدي كويس في السوق، مثلا ممكن تديله الارقام بتاعت السنه اللي فاتت ان هو في انكريس في السيلز او في المبيعات بتاعت المنتج دوت، فهو ممكن يقتنع بالطريقه ديت. فحضرتك تديله مثلا ارقام وتبتدي تقول له ايه الارقام اهيت بتدل على ان المنتج دوت اداؤه كويس والناس الريفيوز بتاعها كان حلو جدا، فحضرتك تحب تشتري مننا، والقرار طبعا لحضرتك في الاخر. فالعميل دوت بيحتاج صبر وبيحتاج انك تديله معلومات موثقة. تالت عميل العميل المتردد، وده صفاته انك هتلاقيه خايف ياخد القرار، متردد جدا، بيقولك هفكر وارجع لك، دايما يقول لك ان هو خليني افكر واشوف كده وارجع لك، وبيبقى بس خايف ان هو ياخد خطوة القرار. فانت حضرتك ما تقللش من خوفه خالص، وتقدر الموضوع دوت، وتبتدي انك تقلل المخاطرة في الموضوع، لان هو خايف، حاسس ان هو هيدفع فلوس وهيخاطر بالفلوس وبعدين مش هياخد نتيجة من المنتج او الخدمة بتاعتك. فحضرتك احسن حل ليه انك تطمنه وتبتدي انك تاخد خطوات بسيطة على قد ما تقدر معاه، ان هو يبتدي يخش يجرب المنتج. لو عندك فري ترايل، عندك بروتوتايب او حاجات مجانية ان هو يجربها او يستخدمها لفترة معينة، وبعدين تاخد معاه بس ستيبس او خطوات بسيطة ان هو وتقول له حضرتك جرب المنتج بتاعنا، لو عجبك نبتدي نشوف الخطوات اللي بعد كده. اهم حاجة للعميل دوت انك ما تقللش من خوفه وتاخد معاه خطوات بسيطة. رابع عميل بنقابله اللي هو العميل اللي بيفاصل، وده كتير جدا بنقابله عندنا. السعر بالنسبة له نمرة واحد، بيحب يحس ان هو كسب من ناحية السعر، ودايما بيختبرك في الاسعار، فدايما تلاقيه بيقول لك ما تدينا سعر احسن من كده، ده غيرك بيدي اسعار احسن من كده. هو بالنسبة له السعر هو اهم حاجة. الغلط الشائع ان انت هتقوم منزل له السعر على طول اول لما يقول لك نزل لنا السعر، لا، انت احسن حل ليه انك تربط السعر بالقيمة زي ما قلنا في الفيديو اللي فات. السعر لو هننزل السعر يبقى تنزل قيمة معينة قدامها. مثلا لو بتقدم خدمة فمثلا ممكن هيقول لك عاوزين نقلل السعر شوية، فتقول له بس هنقلل قدامها المدة او الشهر، مثلا هو شهرين مثلا هتخليه شهر واحد وتقلل السعر بتاع الخدمة اللي انت بتقدمها. فهنا الحل ان هو التفاوض الذكي مش التنازل. خامس عميل العميل الصامت، وده هتلاقي ردوده قليله، ما بيتكلمش كتير وصعب انك تفهمه. هيقول لك مثلا تقعد تتكلم وبعدين يقول لك تمام،
وبعدين هو ما بيتكلمش كتير. فانت الغلط ان انت تبتدي ان انت تتكلم اكتر كبياع وما تخليهوش يتكلم. لكن الصح طبعا ان انت هتبتدي تسأله اسئلة مفتوحة. اسئلة مفتوحة يعني ايه؟ يعني تبتدي تقول له مثلا ايه رأي حضرتك بتدور على ايه اكتر حاجة في المنتج او الحل اللي احنا بنقدمه من الخدمة بتاعتنا، وتسيبه وتسكت وما تتكلمش، وتسيبه هو يبتدي يتكلم ويسترسل. وهو لما يتكلم هتبتدي تفهم هو بيفكر ازاي. المفتاح بتاع العميل دوت اللي هو الصمت مع السؤال الصح. سادس عميل، العميل اللي عارف كل حاجة، وده بيحب يحس بالسيطرة، بيحب يحس ان هو عارف كل حاجة او عنده معلومات كتيرة جدا وبيحب يستعرض الموضوع دوت. فحضرتك ما تخشش معاه في جدال او تقول له تخش معاه في ديبيت يعني او جدال وتبتدي ان هو تحترم الموضوع دوت. فمثلا هتلاقيه بيقول لك انا عارف السوق كويس وعارف المنتجات بتاعتكم، فتبتدي حضرتك تقول واضح ان حضرتك عندك خبرة كبيرة جدا في المجال دوت، فخلينا نبني عليها، وتكمل بمعلومات من عندك وتبتدي تحسسه انك شريك في اتخاذ القرار. الغلط ان انت تخش معاه في صدام او جدال، ولكن ان انت تحترم تحترمه وتحترم آراءه. هو ده المفتاح الصح للعميل دوت. سابع عميل والاخير اللي هو العميل الغير مهتم. هتلاقيه ردوده باردة، مش مهتم او مش مركز معاك اصلا. هتلاقيه ان هو بيقول لك شوف انت، يعني يقعد يقول لك مش عارف، شوف انت. فانت حضرتك هنا ما تبتديش ان انت تبيع له بقوة، لا، انت تبتدي تشوف اساسا تختبر اولوياته او اهمية الموضوع او الخدمة اللي انت بتقدمها. فتسأله سؤال واضح وصريح عشان تحترم وقته ووقتك. المنتج اللي احنا بنقدمه لحضرتك دوت، هل حضرتك ده أولوية ليك في الوقت الحالي ولا لأ؟ فحضرتك هنا تبتدي تسأل السؤال دوت مباشر عشان تعرف انت العميل دوت مهتم للموضوع اللي انت بتتكلم فيه ولا لأ. ولو مش مهتم تحاول تنسحب باحتراف. وزي ما شفت في الفيديو، مش كل عميل ينفع ليه نفس الأسلوب. البياع الصح هو اللي يعرف امتى يتكلم وامتى يسكت، امتى يقرأ العميل اللي قدامه عشان يعرف يبيع باحتراف. اكتب لنا في الكومنتس اكتر عميل بيقابلك وبيتعبك ايه. ولو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب، وقابلكوا الفيديو الجاي، وخليك سابق بخطوة.